رقميه وربع بين فريقين في البطوله الوطنيه حقق خلاله نادي حمل الانف الانتصار رقم 28. رمزي القلعي، شكيب الخويلدي، عبد اللطيف معتوق وبشير الدادي. ميدان حمام الانف متى سيقع تدشينه ووقتاش حمام الانف رسميا ستلعب اولى مبارياتها في ميدان؟ باختصار، اخر مقابله صارت اليوم 10 متاع الصباح، كانت اللجنه المختصه هي لجنه فنيه معناها مجتمعه من كل الهياكل. قابلت المقاول متاع العشب، قال لي العشب جاهز نجموا نلعبوا فيه. بقات فما توا باختصار معناها الامن، الموافقه متاع الامن هي اللي ما زالت. صارت بعض النقاط اللي هما اطرحوا وان شاء الله يتنفذوا في اقرب وقت ممكن. احنا ماتش مقابله قفصه من المستحيلات باش تكون حاضره، مي نتصور ان شاء الله ماتش الاتحاد المنستيري يكونوا على ملعبنا. اهتمام كبير بمنافسات سلاح ضمان البقاء. ابرز حوار جمع في كلاسيكو مثير الملعب التونسي بنادي حمام الانف. الانتصار شعار الفريقين للابتعاد عن المراتب الاخيره. جماهير البقلاوه بعدد غفير. سليم الجديدي حكم اللقاء. اول لقاء للمدرب بشار مع نادي حمام الانف، ودقيقه صمت ترحما على روح الفقيد الطيب جبالي، لاعب سابق بالملعب التونسي سبقه الكلاسيكو. على المرزوقي حاول المباغته، سدد من بعيد كره جانبيه لمرمى حمزه الباهي. الموريتاني اسماعيل جاكيتي يجيب. شوفوا العمليه رغم المتابعه من هاشم عباس، يسدد في زاويه صعيبه، يغالط حمدي الكسراوي ويعطي الاسبقيه للهمهمه في الدقيقه 15. الملعب التونسي يبحث على تعديل النتيجه، رأسيه من حاتم البجاوي ما شكلت حتى خطوره، ثم محاوله من على المرزوقي يتيح ويطالب بضرب الجزاء. دقيقتين وقت بدل الضائع في الشوط الاول ما غيرت شيء، الاسبقيه لنادي حمام الانف هدف ل0. الشوط الثاني بدا بكره ثابته نفذها معين الشعباني في دين حمدي القصراوي، ثم الخطير السريع اسماعيل جاكيتي كاد يسجل هدف ثاني، فرصه كبيره تضيع. اليكس يجيب بتسديده من بعيد في دين الحارس حمزه الباهي معوض العربي الماجري. 63 دقيقه لعب. شوفوا الخطا المرتكب من هاشم عباس. جاكيتي يستغل الهديه ويضيف هدف ثاني ليه ولنادي حمام الانف. فرصه تسجيل النتيجه تضيع بعد محاوله من علي العابدي. ضغط البقلاوه تواصل، فرصه اخرى الامضاء هاشم عباس، ثم علي العابدي سدد كره راسيه، البحث على الهدف متواصل. الضغط كبر وفرصه اخرى تضيع على البقلاوه بعد تدخل من فهمي بن رمضان، وهذه محاوله للمباغته من المهذبي فوق مرمى حمدي القصراوي. اصرار البقلاوه على التهديف كبير. كره اولى من حاتم البجاوي على القائم والثانيه من علي العابدي في الشباك. 2-1 لنادي حمام الانف في الدقيقه 83. البقلاوه حاول تعديل النتيجه لكن اصرار الهمهمه كان اكبر على الخروج بنقاط المباراه. بطبيعة الحال بعد يمكن سلسلة خايبة برشا اللي عملناها، يلزم نربح وفي وقت يمكن مستحقينه برشا. هكا المستقبل نتاع حمل الانف ولو حسابين مازال كل شيء ممكن. مازال برشا لعب والماتش الجاي لازم نربحوه وان شاء الله نلعبوا في تيران نتاعنا يعني، وكي نربحوا الماتش الجاي نتصوروا كل شيء يصير. انا ما نمنش بحاجه اسمها رجعه نفسيه. بوتيتر سي فتحي ما خدمتوش الظروف، يلقى روحه يلعب في دو ديبلاسمون في جابس وفي توزر. مالوريزمون معناها فو با صار لهنا كونتر غرومبيليا. انا فاسون ديما راهو ما نلومش لي زونترونور، نلوم الملاعبيه على خاطر الملاعب وقت تجي اوبورتونيتي يلعب في بلاده كونتر غرومبيليا باغ اكزومبل ويخسر، ما نجموش نلوموا لونترونور. ولكن سي فتحي عمل الخدمه كما عمل سي نور الدين قبل ولا سي فريد، توا جاي معناها بوشير معناها قاعدين نخدموا بالكدا. السيتواسيون صعبت، هذاك علاش العباد صاي فرفر معناها توا يحبوا يمنعوا. Diaké, vous avez laissé la Mauritanie pour jouer ce match très important pour le club sportif d'Hamam Oui, oh, j'ai pas laissé la Mauritanie, je pars le 9 Inch'Allah.
Mais cette match-là, c'était important pour le club. C'était important pour moi-même. On a fait des matchs, on n'a pas pu gagner. Mais ces matchs, c'était le final pour nous. الحوافز الماليه فما البريم تاع الدوش تاع العاده ولا اجلتوه؟ لا لا، بالنسبه المره هذه عندنا 3 مقابلات ورا بعضهم. 3 مقابلات هذوما هما اللي بهم الفائده باش نمنعوا بهم الموسم نتاعنا. عندنا نلعبوا قفصه نهار الاربعاء ونهار الاحد ان شاء الله بقدر ربي نلعبوا كونتر بالتوي. ان شاء الله بعد نهار الاحد وقتها وكي يتلموا عليكم برشا بريمي. ما فما حتى مشكل ان شاء الله بقدر ربي يسهل لنا وان شاء الله بقدر ربي يوفقنا باش نخلصوهم ان شاء الله بقدر. On a profité avec un bon استغلينا فترة الفراغ اللي مر بها المنافس وبالعمل التكتيكي الكبير وبعزيمة اللاعبين فزنا. Franchement, comment vous avez trouvé l'équipe avant 1 ou 2 semaines, physiquement, tactiquement, le plus qu'a donné M. Gérard Bucher à l'équipe? Non, j'ai trouvé l'équipe correcte. Le seul problème, c'est qu'elle n'avait plus confiance en elle. C'est ça le problème. Et puis bon, et puis après j'ai essayé. لقيت النادي جاهز وفي حالة جيدة، لكن المشكلة كانت قلة الثقة والشك في نفوس اللاعبين. بعد 10 مباريات ما كسبوا فيها كان 3 نقاط من 30 ممكنة. ركزت على الجانب النفسي، ربحنا صحيح، لكن حتى شيء ما صار لضمان البقاء. En danger, on n'est pas bien, on sort pas bien le ballon. Donc on a encore du travail. On a gagné, c'est très bien. Parce qu'on a encore une marche, il nous manque 3 points, 3-4 points, donc il va falloir, mais c'est bien d'avoir gagné parce que si tu perds celui-là, il y a le feu. هزيمة نجم نقولوا قاسية، تفاجأتوا بهدف في الشوط الأول وفي الشوط الثاني سيطرتوا لكن التجسيم كان مفقود. يعطيك الصحة. عملنا اونتام دو ماتش خايب برشا. بون كنا متوقعين اللي معناتها الطاقم ما كناش متوقعين الطقس باش يكون هكا، كنا ناويين باش نضغطوا على المنافس باش نلعبوا كورة، باش نحطوا الكورة الأولى اللي ما نجمناش نعملوه اليوم. نلقاو معناها المنافس يلعب في الجو ديريكت، الريح قلقنا برشا، ما عملناش اونتام دو ماتش باهي. قدرة ربي فما كان الخير الملاعبية نتاعنا رجال قدموا مباريات في المستوى، مش على ماتش خسروه باش تاثر المعنويات. سي فري الخسارة قاسية برشا، لكن عندنا ملاعبية رجال وقادرين باش يرجعوا ان شاء الله.